بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن خاصية مميزة جدا في السوليد ووركس. الخاصية دي اسمها configuration. معنى استخدام الخاصية configuration تتضح من مثال زي اللي قدامنا ده. الطلب منك تصميم مج بالشكل ده ب3 ساعات مختلفة. يعني مثلا في الساعة الأولى ياخد ربع لتر، وفي الساعة التانية ياخد 2 لتر، وفي الساعة التالتة ياخد 1.5 لتر. عشان تعمل الكلام ده مش محتاج تبدأ تصميم من الأول. انت ممكن باستخدام نفس التصميم تعمل تعديلات مختلفة وتحفظ 3 منتجات بالتفاصيل المطلوبة. عشان نعمل الكلام ده بنستخدم خاصية الكونفيجوريشن. هنشرحها على مثال بسيط. المثال البسيط ده بنفس المفهوم ممكن تطبقه على مثال أكثر تعقيدا أو حتى تطبقه على الأسمبلي. نختار التوب لين وسكتش، نرسم سنتر ريكتانجل، اكسترود بمقدار 10، نختار السطح العلوي نورمال 2 ونرسم دايرة ونعمل لها اكسترود كات. خلينا نفترض ان ده بارت هيركب منه 3 نسخ مختلفة على مكنة A ومكنة B ومكنة C. المكنة A محتاجين ان البارت يكون بالشكل ده، والمكنة B محتاجين ان البارت يكون بالشكل ده بس في فيلت للجوانب. المكنة C محتاجين ان البارت ده يكون بالشكل ده وفي فيلت في الجوانب، بالإضافة ان فيه ثقبين على كلا جانبي الفتحة دي. عشان اعمل الكلام ده مش محتاج اعمل 3 تصميمات مختلفة. باستخدام Configuration Manager اقدر اعمل الكلام ده. طبعا الأمر بسيط في المثال ده، ولكن في أمثلة بتكون معقدة بحيث إن أنت ما تقدرش تعمل 3 نسخ مختلفة، فبتعدل على نفس المنتج من خلال أمر configuration. إذا أنت فتحت الconfiguration manager هتلاحظ إن عندك default part 3. عندك configuration على الأقل البرنامج بيضيفه لكل بارت أو كل assembly. عشان نضيف configuration جديد كليك يمين على البارت واد configuration. configuration properties، نحدد اسم الكونفيجوريشن وليكن نسميه configuration 2، ونوصف هنا اللي هيحصل بحيث لما تفتح الكونفيجوريشن ده فيما بعد تكون متذكر الكونفيجوريشن ده خاص بإيه. هنا نكتب فيلت، معناه إن الكونفيجوريشن ده اللي احنا أضفنا فيه الفيلت. بيل اوف ماتيريال هتحدد الخواص اللي انت محتاجها تظهر والاسم، سواء الدوكيومنت نيم أو الكونفيجوريشن نيم أو تخصص اسم. ادفانسد اوبشن، لو انت عامل تشيك مارك على سبريس فيتشر معناه ان اي فيتشر هتضيفه في الكونفيجوريشن ده مش هيظهر معاك في باقي الكونفيجوريشن. نعمل اوكي. هنلاحظ ان الكونفيجوريشن عندي اتضاف بالاسم اللي اخترناه. نروح للديزاين تري ونختار فيلت ونعمل فيلت بمقدار 15 للجوانب. اوكي. اذا اول كونفيجوريشن من غير فيلت، تاني كونفيجوريشن بفيلت، الكونفيجوريشن التالت محتاجين يبقى عندي الفتحة اللي في النص دي والفيلت بالإضافة لفتحتين على كلا الجوانب. نعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن اعمل كونفيجوريشن جديد واضيف فيه ثقبين على كلا الجوانب، او ممكن استفيد من الكونفيجوريشن الحالي من خلال كليك يمين واد درايفد كونفيجوريشن. ده معناه ان هو ياخد الكونفيجوريشن التاني ويعمل منه كونفيجوريشن على التصميمات اللي حصلت في الكونفيجوريشن التاني. نسميه كونفيجوريشن 3 او 2-3، بمعنى ان هو مرتبط ب2 ورقم 3، ونعمل اوكي. لو ضغطنا على السهم ده هيظهر عندي تحت configuration 2 configuration 2 3. اقدر اضيف التغييرات اللي انا محتاجها.
اكسترود كات. اوكي، نروح للامر ميرور، ونعمل ميرور اباوت الرايت بلين. اوكي، لو رحنا الكونفيجريشن 2 هلاحظ ان عندي الفتحة والفلت. لو رحنا الاول كونفيجريشن هلاحظ ان عندي الثقب فقط. اذا عملت 3 نسخ مختلفة من نفس البارت بناء على المعطيات اللي عندي. اقدر اغير اسم الكونفيجريشن الديفولت ده بضغطتين شمال على الاسم ونسميه كونفيجريشن 1. اذا اصبح عندي 3 نسخ مختلفة لنفس البارت اقدر استفيد منها في عدم تكرار التصميم من اول وجديد. الامر ده مفيد جدا جدا جدا، خاصة في الامثلة اللي بتاخد شغل كتير. لو انت عايز تعمل ديليت لكونفيجريشن، اول حاجة هيكون الكونفيجريشن غير متفعل طبعا، تضغط كليك تضغط كليك يمين عليه وتعمل ديليت. يس. نفس مفهوم الكونفيجريشن في البارت بيتكرر معانا في الاسمبلي. ممكن نبقى نعمل فيديو ليه بنشرحه بإذن الله في الفيديو. لو معاك سؤال أو استفسار ممكن تسيبه في التعليقات، وشكرا.